اخبار جديده وحصريه لنادي الزمالك، ركزوا معايا شويه. اول خبر معانا ازمه ماليه كبيره داخل نادي الزمالك. طيب ده سببها ايه؟ سببها سحب الارض من نادي الزمالك. طبعا دي اثرت بالسلب على الامور الماليه في نادي الزمالك. طيب ايه اللي حصل بقى نتيجه لده؟ ان اللعيبه والجهاز الفني والمدير الفني بالكامل ما خدوش مستحقاتهم بقالهم شهرين. طبعا دي ازمه. اتمنى انه نادي الزمالك يفضل ورا حقه ولحد ما يجيبه، لان احنا لينا حق. انا عارفه ان نادي الزمالك غلطان، وقلت قبل كده ان نادي الزمالك غلطان، قلت والله، بس احنا مع ذلك لينا حق ان احنا نسترجع الارض، ومعانا ورق اللي يثبت ده. اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك يتحرك بسرعه عشان يحل الموضوع. يعني اكيد يعني احنا مش حابين ان احنا نفضل في الازمه الماليه دي كتير. طيب ايه كمان؟ تاني خبر معانا يا جماعه، جلسه مرتقبه بين جون ادوارد وحسام عبد المجيد. طبعا كلنا عارفين ان حسام عبد المجيد كان بيتهرب من الجلسات ومش عايز يجدد مع نادي الزمالك. طيب مبدئيا انا مش طايقه حسام عبد المجيد. المشكله ان هو عنده من البجاحه انه يعمل الحركات دي وهو مستواه في الملعب زي الزفت حرفيا. اللي اتفرج على ماتش وادي دجله وحلله كده بمزاج هيعرف ان حسام عبد المجيد تسبب في الهدفين. الهدف الاول لما ساب المان بتاعه اللي هو المفروض يراقبه وراح وسرح في حته تانية، تمام، واللاعب ده هو اللي جاب الهدف، تمام. طيب ايه كمان؟ الهدف التاني اللي فتوح غلط فيه، ومش بعفي فتوح من المسؤوليه عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، بالعكس انا هاجمت فتوح. كان سبب التمريره اللي عملها فتوح حسام عبد المجيد. بمعنى يعني حسام عبد المجيد شاف ان فتوح مراقب من 2، بدل ما يديها لبنتايك لا اداها لفتوح، ولما لقى ان فتوح مش عارف يتصرف قال له رجعها للونش. طبعا فتوح عملها اي كلام، اتقطعت وراحت بهدف على نادي الزمالك. انا مش بعرف فتوح تاني عشان محدش يفهمني غلط، لا، بس انا بوريك ان حسام عبد المجيد مش مركز. يعني الناس لامت على الونش انه غلطان واتطرد معاكم، انا قلت نفسي ان الونش غلطان، بس ايه اللي بيعمله حسام عبد المجيد ده؟ ممكن حد يفهمني؟ ملوش مبرر اصلا خالص. طيب يا جماعه اتمنى ان الجلسه دي لو ما حسمتش امر التجديد يبقى تنهي امر التجديد. بمعنى يعني هو لو ما وافقش خلاص فينيتو، خلصنا، تمام، مفيش جلسات تاني، والواد ده يتركن عشان ندي وقتنا ومجهودنا للاعب جديد نطوره ويفضل معانا. زي حسام عبد المجيد يتركن، وصلاح مصدق، محمد اسماعيل نديهم فرصه، دول الاولى. طيب ايه كمان؟ طبعا كلنا عارفين ان احنا كان عندنا ازمه في خط النص. ليه؟ لان حضرتك عندك دونجا كان موقوف بسبب تراكم الانذارات، وعندك احمد ربيع كان مصاب، وجهاد الله يمسيه بالخير لحد دلوقتي مش عارفه ماله، ماشي. طيب ايه كمان؟ دونجا هيرجع، احمد ربيع جاهز يعني خلاص تعافى من الاصابه والتاهيل تمام. القرار في ايد المدير الفني سواء يشارك في مباراه المصري او لا، بس هو جاهز. اتمنى ان المدير الفني يشاركه ولو حتى اخر ربع ساعه عشان ياخد ماتشات، ياخد حساسيه الماتشات. طيب ايه كمان؟ اخيرا وبعد طول انتظار اتحاد الكوره قرر قيد اللاعب بارون اوشينج. ده يا جماعه اللاعب اللي تحت السن اللي احنا جايبينه بديل لعمر جابر، وطبعا كلنا عارفين ان عمر جابر مش جاهز فنيا ولا اي حاجه في الملعب. يعني حرفيا عمر جابر من اسوأ اللعيبه من بدايه الموسم، وانا اتكلمت في الموضوع ده خلاص. فان شاء الله اللاعب ده يكون على قدر المسؤوليه ويكون لاعب كويس ويفيد نادي الزمالك. طيب ايه كمان؟ طلعت اخبار واشاعات بتقول يا سيدي ايه بقى؟ ان مدير الفني لنادي الزمالك قرر استبعاد اللاعب عبد الحميد معالي، وان هو خلاه يتدرب مع ناشئين. طيب الكلام ده يا جماعه ملوش اي اساس من الصحه خالص. ما حصلش ان فيريرا استبعده من الحسابات الفنيه خالص، ما حصلش. وما حصلش ان هو طلب ان هو يتدرب مع الناشئين. الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، واللاعب هينتظم في التدريبات عادي ومفيش اي مشاكل. سيف الجزيري كان خرج يقضي الاجازه بتاعته وخلاص رجع وهينتظم في التدريبات.
كمان فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك كان راح يقضي الاجازه بتاعته في بلده وخلاص هيرجع. طبعا كل اللعيبه هتبدا تنتظم في التدريبات عادي جدا. في تعقيب صغير على حاجه، يعني ناصر ماهر حقيقي مش مفهوم بالنسبه لي هو بيعمل ايه وليه. ناصر ماهر للي مش فاهم جاب هدف في ماتش وادي دجله، فيعيني فرحان لدرجه ان هو مش حاسس ان فريقه خسر. يعني انت جبت هدف بس احنا خسرنا الماتش، مش فاهمه هو فرحان بايه بصراحه. دي كارثه، كارثه لما يكون عندك لعيبه مش حاسه بقيمه تيشيرت نادي الزمالك. انت خسرت مباراه، يعني المفروض تبقى مكسوف من نفسك، مش تتباهى بهدف جبته ملوش اي اهميه لان فريقك خسر. يعني انت مش جبت هدف فوز لفريقك، دي كارثه. ودي عقليات اتمنى ان هي يا تتقوم يا تمشي. انا ما اقدرش استحمل نوعيه الناس دي من اللعيبه. طيب جماعه، نادي الزمالك داخل على مدعكه. شهر 9 حرفيا في ماتشات كتير صعبه لنادي الزمالك. طيب نبداها باول ماتش هيكون المصري، وده طبعا ماتش كبير جدا وصعب جدا. ليه؟ لان المصري حاليا المركز الاول في الدوري، متصدر الدوري، الزمالك المركز الثاني، بمعنى ان اللي هيكسب الماتش هيحسم التصدر مؤقتا. يعني ماتش جامد. بعديه الزمالك هيقابل المصري، بعديه هيقابل الجونه الاسماعيلي، بعد كده الجونه، بعد كده الاهلي. ودي كارثه اصلا احنا هنقابل الاهلي. في ظل الاداء اللي احنا بنأديه ده انا مش متفائله. اتمنى ان نادي الزمالك يخذلني ماشي ويأدي كويس ماشي ويفاجئني. والله انا نفسي اتفاجئ، تمام، لان احنا ادائنا مش مطمئن خالص. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك اكيد. ان شاء الله اخبارنا دايما تبقى كويسه.